أثناء محاكمة السيد المسيح كان الكتاب المقدس بيركز على حاجة غريبة شوية، على ملابس السيد المسيح. العسكر الروماني كانوا عايزين يستغلوا صلب السيد المسيح انهم ياخدوا الهدوم بتاعته، فكان في نوعين من الملابس. كان في رداء خارجي، الرداء الخارجي ده قطعوه 4 أجزاء، كل واحد منهم أخد جزء. لكن كان في قميص، القميص ده بيقول عنه الكتاب انه كان قطعة واحدة منسوج من فوق من غير خياطة، فلو كانوا قطعوه ما بينهم كان هيبوظ، مش هينفعوا يستخدموه تاني. عشان كده عملوا حاجة غريبة، عمل قرعة ما بينهم عشان مين اللي هتطلع القرعة ياخد القميص ده. القميص ده يشبه الحياة المسيحية. أحيانا بنفكر إن ينفع أقبل حاجات في الحياة المسيحية وحاجات أرفضها، لكن الحياة المسيحية عاملة زي القميص ده، منسوج قطعة واحدة، يقبلها كلها يرفضها كلها. حياة الرب يسوع على الأرض هي عبارة عن حدث واحد، كتير من المفسرين بيسموه حدث المسيح. حدث المسيح ده اللي هو تجسده، اللي هو حياته على الأرض، خدمته، صليبه، قيامته، صعوده. مش بيقولوا إن دي أحداث، ده حدث واحد. أنا بقبل كل ما يتعلق بالسيد المسيح أو برفضه بالكامل. عشان كده ما ينفعش يبقى في حياة مسيحية جزئية، لكن يقبله ككل يرفضه ككل.